عندهم مشكلة مع الإمام علي بن أبي طالب. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. الإمام علي بن أبي طالب مش ملك الشيعة، لا، هو ملك السنة أولا، لكن المهم إزاي نتعامل مع الإمام علي. الإمام علي يا حبيبي هو سيدك وسيد أبوك وقائدك ومديرك ووليك، سواء عجبك أو مش عجبك. الصحابة ما عجبهمش، انت عايز تتضاف معاهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبصراحة لما اشتكوا عليا وغضبوا قال لهم ماذا تريدون من علي؟ علي مني وأنا منه، وهو وليكم من بعدي، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. إذا خلاص، انت دي في الترمذي ارجع لها، حسن صحيح، ارجع يا سني وتعلم. ما تزعلش ان الامام علي يبقى وليك، لا تخاصمه، لا تخاصمه بدون داعي، لا تكون ناصبيا ولا تدعي الحب، واترك الشيعة. اعتبر الشيعة كفار ومشركين ومن اهل جهنم، ولكن ده لن يعفيك. انت مسؤول امام الله، لابد ان تكون من شيعة علي. ما فيش حد يقول لك اضرب نفسك ولا روح طبر ولا روح عور نفسك في ايام الحسين. ما تعملش اللي بيعمله الشيعة، لكن في الاخر لازم تقف مع علي وتقول انا من شيعة علي. وادي كسرنا ادي من شيعة علي نتائجها، كسرنا شفتوا علي؟ ما هو قالوا زمان ماذا نفعل مع علي؟ ان احببناه قتلنا وان ابغضناه هلكنا. وادي النتيجة، قلنا شيعة علي كسرنا يا سيدي، لابد ان احنا كسنة كلنا نقول لا يا شيعة انتوا بايظين، احنا اللي شيعة علي الحقيقيين. تعال اقول انا من شيعة علي بن ابي طالب وقاتل معه. لابد ان تكون النية قائمة. النية بمعنى ايه؟ الذي حدث في الماضي. علي يوم الجمل، هل لو كنت يوم الجمل وضد السيدة عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله وطلحة والزبير قبل أن ينسحب، لو كنت هناك هل كنت تتشكك في أنك تقاتل مع علي؟ اختبر إيمانك، قف أمام نفسك، هل كنت تقاتل مع علي ولا تقول فتنة أنا بعيد عنها؟ مش فتنة، ده أنت المفتون. لابد أن تكون أنت من شيعة علي بالمعنى اللغوي. شيعته يعني إيه؟ مناصريه، أتباعه. طب أنت مش بتقول الولاية بمعنى النصرة؟ اتفضل انصر عليا، انصر عليا يوم الجمل، انصر عليا يوم صفين، انصر عليا يوم النهروان، انصر عليا في كل موقع. تصوروا علي بن أبي طالب هذا المظلوم، تصوروا يشحت من الناس في الرحبة، يقول لهم أنشد الله امرأ أو كل امرئ سمع رسول الله قال ما قال يوم خم ولا يقول ماذا قال، عشان الناس ما تقولش ده هو بيلقفهم الكلمة عشان يقولوها. يقف 12 بدري، 6 من على يمينه و6 من على شماله، يقولوا نعم سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. تخيلوا واحد من اللي قاعدين اسمه ابو الطفيل سمع الكلام راح سايب القعده وقايم، مش عاجبه، طلع بره قابل زيد بن ارقم، قال له صاحبك جوه عمال يخربط في الكلام، قال مين اللي سمع النبي بيقول يوم غدير خم؟ ووقف له ناس يشهدوا. قال له انت مستغرب من ايه؟ ما في احد يومها في الدوحات الا سمع قول رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. صوروا الامام علي يعمل تمثيليات، عارفين تمثيليات؟ مسرحية لان الناس مش مصدقاه. يبقى قاعد ناس تخش عليه من الصحابة جايين من المدينة،
يقولوا له السلام عليكم يا مولانا، فيقول لهم ايه؟ وعليكم السلام. وبعدين يقول لهم ايه؟ ألستم عربا؟ فيهم أبو أيوب الأنصاري. أول بيت النبي دخلوا في المدينة لما وصل بعد الهجرة كان بيت أبو أيوب الأنصاري. هل علي ما يعرفش أبو أيوب الأنصاري؟ واحد من اللي دخلوا على علي وقالوا له السلام عليكم يا مولانا كان هو أبو أيوب الأنصاري. فقال لهم أنتم عجم ولا عرب؟ أنتم عجم عشان تقولوا لي يا مولانا؟ قالوا لا لا لا، لأن احنا سمعنا النبي بيقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، فاحنا مضطرين لما نسلم عليك نقول لك السلام عليكم يا مولانا. إذا تمثيلية الإمام علي عشان الناس تقتنع بيه، الناس تقتنع. النبي كان ماذا يصنع؟ والحرب الدائرة. علي مكروه، بني هاشم عندهم مشكلة، الناس عندها غيرة، الناس عندها حسد، الناس عندها مشكلة. والبيئة العربية، ومن سوء حظ الإمام علي كان صغير في السن. عارفين لما نقول صغير في السن العقل السني يروح مخه فين؟ إنه كان عنده 10 سنين. علي أسلم 10 سنين ودنه 10 سنين، بينما يوم ما النبي مات كان الإمام علي عنده 33 سنة. طيب محمد بن سلمان عنده كم سنة؟ محمد بن سلمان عنده كم سنة يا عالم؟ مظبوط. محمد بن سلمان بيعمل له رؤية وهو لا يساوي الحذاء الذي كان يلبسه علي بن أبي طالب. محمد بن سلمان 28 سنة مقبول، أما علي بن أبي طالب 33 سنة فمرفوض. إزاي يا عباد الله؟ أين الحكم؟ أين العدالة في النظرة؟ أين العدالة في النظرة؟ علي بن أبي طالب هارون من موسى. في حد لا يعرف قيمة هارون من موسى؟ يا عباد الله هارون النبي ماذا يقول؟ تتآمرون عليه لمحاولة اغتياله؟ يا عباد الله ادرسوا محاولة اغتيال النبي يوم عقبة الهرشة، يوم العقبة وهو راجع، ادرسوها. النبي راجع من تبوك ويقول لا يدخلن معي أحد هذا الطريق إلا من يقود ناقتي، حذيفة وعمار. وبعدين يطلع عليه 14 من أصحابه يريدون أن يفتكوا بناقته متلسمين مع المغرب. وبعدين النبي يقول ادفعوهم بسيوفكما، فدفعوهم. ولما دفعوهم حذيفة قالوا، النبي سأل حذيفة وعمار هل تعرفان ماذا أرادوا؟ قال لا، ما فهمناش حاجة. قال أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله فيسقط من عليها في بطن الوادي فيهلك، ألا إنهم هم المنافقون. حرب على الله ورسوله إلى يوم القيامة. وبعدين جبريل يقول للنبي مين هم 14، والنبي يقول لحذيفة، وموجود في البخاري علي بيقول حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروح عمر بن الخطاب يسأل حذيفة في زمن خلافته أمام الناس أقسمت عليك بالله أنا منهم. مش عايز أقسم بالله أنك منهم، إنما هي دي هي أقسمت عليك بالله أنا منهم. المسألة واضحة يا عباد الله. نحن أمة مخذولة، وإننا أمة بها ثقافة مغشوشة. نحن نرفع من خفضه الله ونخفض من رفعه الله. رفعه الله علي بن أبي طالب، رفعه الله. تعرفون لماذا؟ علي بن أبي طالب ذكره، في حد يقول علي بن أبي طالب بكلمة سلبية؟ ولا مسلم لما يبعد عن الشيعة ما يقولش كلمة سلبية في الإمام علي، لكن في 10% من الأمة بتخبط في أبو بكر وعمر وعثمان. إنما علي بن أبي طالب هو موضع اتفاق. علي بن أبي طالب هو الشامة لهذه الأمة. لو الأمة اتبعت عليا ما كنا وصلنا إلى، كان عارفين ترامب ده كان يمكن عبد عندنا، كان يبقوا عبيد عندنا. نحن الذين صرنا نتمنى أن نأتي عندهم. لماذا؟ لأن الأمة الموصوفة كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كان يمكن أن تثبت لو أن اختيار الله هو الذي كان، لكن اختيار الله استبعد. لذلك عمر بن الخطاب مع ابن عباس قال له في يوم، قال له ترى يا ابن عباس ما منع قومكم منكم بعد محمد؟ ايه اللي خلى الناس ما يختاروكمش انتوا بعد محمد؟ فابن عباس قال فكرهت أن أجيبه وقلت إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني. فعمر اتحمس وقال منع قومكم منكم بعد محمد أن الناس كرهوا أن تكون فيكم النبوة والخلافة، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. فابن عباس غلي يا عيني، حرق دمه، فتتبجحوا على قومكم بجحا. يعني انتوا هتمشوا تقولوا احنا فينا النبوة والخلافة، فقريش قالت انتوا هتمشوا منفوخين؟ لا، ما فيش، هو كفاية عليكم النبوة. فابن عباس قال له ايه؟ ان يأذن لي امير المؤمنين في الكلام ويمط عني الغضب اتكلم. قال له تكلم يا ابن عباس. قال له اما قولك يا امير المؤمنين ان قريشا اختارت لانفسها فاصابت ووفقت، فلو ان قريشا اختارت ما اختار الله لها لكان اختيارها غير مردود ولا محسود. واما قولك ان الناس كرهوا أن تكون فينا النبوة والخلافة، فإن الله قد وصف قوما بالكراهية فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال له مهلا يا ابن عباس، لقد كانت تبلغني عنك أشياء، FBI أمن دولة، قد كانت تبلغني عنك أشياء أكره أن أفرك عنها، مش عايز أفتح ملفاتك فتزيل منزلتك مني. قال له مهلا يا أمير المؤمنين، إن كان ما بلغك عني حقا فما ينبغي للحق أن يزيل منزلتي منك، وإن كان ما بلغك عني باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه. قال له بلغني أنك تقول إنما صرفوها عنا ظلما وحسدا. قال له أما الظلم يا أمير المؤمنين فقد تبين للجاهل والحليم، وأما الحسد فإبليس قد حسد آدم ونحن ولده المحسودون. قال له يا ابن عباس، ايه يا ابن عباس، ما زال في صدركم يا بني هاشم إلا الحقد والضغينة والحسد. قال له مهلا يا أمير المؤمنين، لا تصف قوما أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بالحسد والغش، فإن قلب رسول الله من قلوب بني هاشم. قال له إليك عني يا ابن عباس، هذه الحقيقة يا عباد الله. الحسد والضغينة والأحقاد على آل البيت